بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكثير ممن يسأل عن سبب تسمية السادة بهذا اللقب، وهو السادة البرغيف. أيها الأحبة، البرغيف أسرة موسوية كان يطلق عليها تسمية بيت سيد دخيل أو سيد دخيل، وهذه الأسرة منتشرة في وسط وجنوب العراق، ولهم مكانة ومنزلة سامية عند العشائر العربية، وهناك يعيش أكثرهم ضمن عشائر مياح وبني لام والكرغول وشمر وغيرها. فأطلق عليهم لقب أبو رغيف الخاص بصاحب المكرمة السيد طاهر السيد رحمة السيد دخيل عميد الأسرة، الذي ذاع شهرته بالعزوبية والكرم في وسط عشائر مياح ومن جاورها في جنوب الحي وشمال مدينة الناصرية في القرن التاسع عشر. وكانت تلك المناطق خاضعة لنفوذ الأمير ناصر الأشقر أمير قبائل، ويروى أن العشائر امتنعت عن دفع الميري أو الميرة لذلك الرجل، فقدم في سفن عديدة هو وجنوده، جاب جنوده وإجا بسبب أنه العشائر امتنعت أن تدفع. فعن طريق الغراف إجا هو وجنوده لغزو تلك العشائر وإخضاعها لسلطانه وانتزاع حصته من الميري، فأراد بالقوة أن ينتزع الحصة. فمن اللي تصدى له السيد طاهر وجهز له وليمة لم يسبقه أحد في كثرة ونوعية الطعام في ذلك الوقت الذي قدمه السيد طاهر، حتى نفقت جميع أوان الطعام، فأمر بوضع اللحم والرز داخل أرغفة الخبز لإشباع الجنود، مما أثار إعجاب الأمير وشاءت المقادير أن يتعرض شقيق الأمير لوقعة صحية، فبدأ منها بيمن بركة دعاء السيد طاهر، كما استطاع السيد أن يهدئ غضب ذلك الأمير وإقناعه بالعدول عن الحرب، وتعهد له بتسوية الخلاف سلميا بطريقة بطريقة عدم التشنج، وفعلا نجح السيد في ذلك. فأضاف لمكارم أجداده الكرام منقبة جديدة تغنت بها الشعراء وأصحاب الأهازيج الشعبية، وصار اسمه منذ ذلك الحين السيد طاهر البرغيف. هذا اللقب الذي عممه السيد على أبناء عمومته، وهذا ليس غريب على ابن السيد رحمة صاحب الكرامات العديدة ضمن وسط عشائر الجنوب، ولذلك استمر هذا اللقب على السادة البرغيف. نسأل الله أن يحفظ عشائرنا البقية بحق محمد وآل محمد، في أمان الله.